يا صباح الخير. بدرية طلبة. بعتوا لي أصدقائنا أنت ليه ما بتعلقش على موضوع بدرية طلبة؟ الحقيقة يا جماعة إن بدرية طلبة أتفه من إن أنت تعلق عليها، ولكن بما إننا عايشين في عالم اللا قيمة وزمن اللا موهبة واللا معرفة، فبدرية طلبة هي الناتج الطبيعي جدا لخليط الجهل والمال. والحقيقة إن على مدار التاريخ عشرات الأمثلة من خليط الجهل والمال تطلع كده. هو ده بالظبط الخليط، لما يبقى عندك جهل مع مال يطلع الخليط ده. والجهل على فكرة هنا ليس جهل العلم، يعني مش اللي معهوش شهادة خالص، بالعكس، ده في ناس كتيرة جدا ما بتعرفش تقرا وتكتب وتراها وكأنها أكبر العلماء. إنما الجهل هنا جهل النفس. هذه النفس الجهلة الفجرة، الحقيقة لما تديها فلوس تعمل كده، تقول هذه الألفاظ وتتحرك بهذا الغباء. فربنا سبحانه وتعالى بيقول نفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فالنفس الفجرة لما تديها فلوس تعمل هذا رد الفعل والاسلوب. واللي عملته بدرية الحقيقه مش رد فعل عشان بس ما حدش يقول لنا اصل هي حد شتمها فهي عملت كده. الموضوع لما يكون متكرر يا جماعه مره واثنين وثلاثه او ياخد وقت، الحقيقه ده ما بيبقاش رد فعل، ده سلوك. ده سلوك. كل اناء ينضح بما فيه. لما واحد يعمل حاجه مره واثنين وثلاثه، يكتب تغريدة على اكس ولا على تويتر مرة واثنين وثلاثة واربعة، كل موقف يطلع يكتب بنفس الاسلوب نفس الطريقة، ده مش ردود افعال، ده سلوك بشر، ده نفس فجرة تعمل كده. فهذا الخليط الجهل مع المال يعمل اكتر من كده. ويا سلام بقى لما بتبقى في بعض الحكومات او السلطة يجيب هذا الميكس العجيب، جاهل معاه فلوس ويرش عليه من فوق حبة سلطة. الحقيقة بتبقى انت شايف قدامك زكيبة ماشية على الارض، فاهم ان هو لم يأتي به التاريخ، وانه سوف يأتي بما لم يأتي به احد، وان هو هذا العملاق العبقري الذي في يده كل شيء. وطبعا بيعزز هذا الشعور حبة الإمعات اللي حواليه، فيبدأوا يسقفوا له ويستخدموه. هتلاقي إن بدرية استخدمتها قبل كده صديقتها العزيزة الأستاذة ياسمين، لما اتطلقت بدأت تهاجم في الراجل على البرامج وتقول مين استفاد من مين وهي عملته وهو انت مالك. ولكن بيستخدموها لأنها جهلة. وبالتالي المرة دي برضو بدأت بعض الناس يستخدموها لأنها حنجرة بلا عقل. وبالتالي هذا الخليط من الناس يصيبك بالاشمئزاز، فتلاقي حد مغرور وينسى أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ربنا ما بيحبكوش، إن الله لا يحب كل مختال فخور. لذلك هتلاقي العلماء والناس اللي بجد علماء مفيش في الدنيا تواضع زي تواضعهم. اي انسان مغرور مهما كانت صفته او تعليمه او البوزيشن اللي هو فيه او الفلوس اللي معاه، تأكد انه انسان جاهل وغير محبوب، لا اللي حواليه ولا عند ربنا سبحانه وتعالى. مفيش اكتر من غنى قارون، لان قارون كانت مفاتيح الخزن بتاعته الرجاله ما تقدرش تشيل مفاتيح الخزن، فما بالك بقى الخزن عامله ازاي. ومع ذلك لما قال انما اوتيته على علم عندي، ربنا سبحانه وتعالى يقول فخسفنا به وبداره الارض. لان يا جماعه النعمه والفضل اللي احنا اي حد فينا من الرئيس للغفير، من اغنى اغنياء العالم لافقر واحد فينا، كل واحد ربنا سبحانه وتعالى بيتفضل عليه بنوع معين من الفضل ومن الرزق.
فهذا بصحة، وهذا بوعي، وهذا بعقل، وهذا بمال، وهذا بوظيفة، وهذا بولاد، وهكذا. فأي واحد عنده نعمة، وكلنا الحمد لله ربنا لم يعني يحرم كل الناس من كل نعم. انت اكيد عندك نعم، انت مجرد انت بتتكلم دي نعمة كبيرة، انك تشوف دي نعمة كبيرة، انك تشم نعمة كبيرة، ده انت انك عشان بتبلع حبة المية دي نعمة كبيرة، لما تعرف ميكانيزم ازاي البلع، تعرف قلبك بيشتغل ازاي ودورتك الدموية بتشتغل، دي نعمة كبيرة جدا، انت في خضم من النعم. ومع ذلك اي حد يفتكر ان هي ده من عنده، او هو اللي عمل كده، او هو اللي بمجهودي، واصل انا اشتغلت على نفسي، الحقيقه ان كل دي اسباب ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيهديك ليها. واي واحد فينا هيقعد يفكر بما فيهم بدريه، هتلاقي ان القدر سبحانه وتعالى قدر الاقدار علشان تبقى هي في المكان ده. هتلاقي حد معين راح، هو يعني كانت بدريه بس اللي بتشتغل في المسرح، في عشرات بيشتغلوا في المسرح، ولكن يوم ما واحد من المنتجين او المؤلفين شافها فعجبه الكاركتر، فاخد ناس حبتها لما اشتغلت مع حسين الامام من صوتها وطريقتها، لانها كانت طريقه جديده، وبالتالي الناس حبتها. ولكن انك تتصرف بهذا الغباء، يعني الحقيقه شيء يقول لك فعلا قد ايه الانسانه دي جهله. فتخيل كده ان واحد صاحب مطعم كل يوم يجي يلاقي المطعم مليان والناس بتاكل والناس حابه المطعم، فيقف في وسط المطعم يقول لهم انا سيدكم، انا وهم الزباين دي اللي شغالينك وهم اللي مدينك الفلوس، قلت لهم انا سيدكم، احنا اسياد البلد. تخيل الناس دي هتجيلك المطعم تاني؟ فهذه الجهله طلعت للناس اللي عاملينها، لان اي واحد بيقدم محتوى، اي واحد بيقدم ميديا، انما هو راس ماله في الناس اللي بتحبه، في المتابعين، في المشاهدين. لذلك اي زكيبه من الزكايب مش فاهمه يطلع يتملق او يعني يتكبر على هذا الجمهور، انت غبي، انت بتمشي زباينك. فالحقيقه بدريه طلبه واللي زيها وامثالها يجب ان يلفظوا من المجتمع، مش بس يحاسبوا ويتعاقبوا، وهي المفروض تتعاقب قانونا على فكره، لان الالفاظ اللي قريتها في بعض اللايفات اللي يعاقب عليها القانون ورا ومن ورا، ويعني الحقيقه اسلوب يعني ما يقدرش يقول عليه سوقي حتى، يعني اقل بكثير، اسلوب يعني مش قادر، يعني اللفظ هيبقى صعب جدا، التوصيف الصحيح لهذا الاسلوب الحقيقه هو صعب جدا جدا، حاجه لا تليق، والحقيقه انها حاجه تكسف وتخجل سواء اولادها ولا اهلها ولا حتى زمايلها ولا حتى النقابه. الحقيقه انها حاجه ان اي حد تنتمي له هذه الانسانه بهذا السوء حاجه تخجل. احنا نفسنا كمصريين خجلانين ان احنا عندنا في المجتمع هذا النوع والنوعيه من البشر، ولكن هنشوف الحكومه هتتصرف ازاي. النقابه الحقيقه في الاخر يعني هتبقى ايه؟ يعني النقابه هتعمل ايه؟ يعني توقفها 6 شهور مثلا؟ مفيش في ايديهم حاجه، يعني حتى لو هم حابين يعملوا حاجه قويه مش هيقدروا. انما الموضوع المفروض واحد من المحاميين اللي عمالين يقدموا بلاغات في كل صناع المحتوى، وده حاجه كويسه وشيء حسن، كمان يقدموا بلاغ في بدريه طلبه، لانها الحقيقه الكلام اللي قالته كلام ينم على بيئه واطيه. وربنا يهدي. شكرا ليكم، صباح الفل.